السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد خالص. النهارده نعمل طريقة عمل الحمام بطريقة موفرة خالص واقتصادية، وطبعا كل واحد بيبقى عنده الرز في البيت والبصل وكل حاجة. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا كده معايا الكبد والقوانص بتاعت بتاعت الحمام، ومعايا بصلتين 2 كبار بشراهم، يعني لو انت عندك كبة تمام اعمليها يعني تمام، افرميها يعني. بعد كده معايا 4 حمامات زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا نضفتهم كويس جدا، وطبعا لو انتوا عايزين تخلوا الجلد من اللحم طبعا تحت الحنفيه بتعملوها كده بالراحه، وبعد كده هتبصوا تلاقي نفسكم ان هي خلاص هي اتعملت معاكم وتمام التمام. ماشي، بس ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. طبعا كده ده هوريكم يعني الطريقه. طبعا انا هبدا بقى ان انا بس هبوريكم يعني انا عملتهم ازاي والكلام ده. هجيب بقى الرز بتاعي معايا يعني 4 كوبايات رز. اوكي، كوبايات اللي هي مش صغنونه، يعني كل حمامه بتاخد بالظبط بتاع كوبايه شاي صغنونه رز. اوكي، لان هي الرز بينفش طبعا، يعني الرز بيزيد. اوكي، طبعا كده هنبدا بقى نحط البصل زي ما انتم شايفين اهو على الكبده. بس اهم حاجه ان انا هنزل بالحله الاول، بعد كده هجيب معلقتين 2 سمنه على حسب بقى. اوكي، طبعا يعني السمنه بتاعتي انا كنت عاملاها بالزبده الصفراء، الزبده الصفراء. طبعا كده هنزل بقى بالرز ان انا اشوحه. طبعا عشان خاطر انت تعملي الرز اللي هو التشويحه دي. طبعا انا بعشق الرز ده، يعني حتى لما باجي ان انا اعمل سمك او اي حاجه لازم اعمل الرز ده. حتى اولادي برضو بيحبوه وكده. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. كده هبدا ان انا بقى ايه ان انا اقلب الرز زي ما انتم شايفين على ما اللون الاحمر يبقى واضح معاكي. يعني لازم يكون ايه مدي الحمار بتاعه كده بيبقى شكله حلو يعني تمام، لان بيدي اهو زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يصفر زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا انا مش هشيله دلوقتي، يعني هسيبه برضو يصفر، بس مش عايزاه يحمر قوي قوي عشان ما يبقاش ممرر معاكي، ما يبقاش يعني مديكي احمر قوي قوي، لا. يعني بصي زي ما انتم شايفين كده هنزل بقى بالبهارات والفلفل الاسمر بتاعتي، ويعني مع بص تنطفة خالص كده بابريكا. اوكي، وفلفل اسمر بهارات بهارات اللي هي بتبقى بتاعت الفراخ، وملح حسب الرغبه بقى، يعني حسب الرغبه بتاعتك وانت تروحي انت ايه وانت بتعمليها. اوكي، كده زي ما انتم شايفين اهو هنزل بقى بالاول البصل والكبد والقوانص واشوحهم برضو كده مع بعضيها، عشان خاطر طبعا يعني مش هقول لكم بقى ايه طبعا على الريحه، يعني الريحه بصراحه كانت خرافه. كده هبدا بقى ان انا اقلب زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. كده ايه هبدا بقى ان انا احط ايه لازم اسويه مش تسويه جامده اللي هي كده، لا بدلق شويه ميه كده صغننين، ميه تكون سخنه مغليه. بعد كده اسيبه يتشرب كده ويستوي 3/4 سوا. اوكي، يعني مش عايزاه يبقى مستوي قوي قوي ولا ني قوي قوي، عشان طبعا الحمام بتاعي لانه الحمام اللي عندي صغير مش كبير، فطبعا مش هياخد معايا سوا زي ما انتم عارفين. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى ان انا خلاص كده اغطي عليها، وهبدا بقى ان انا ايه كده خلاص اهو زي ما انتم شايفين هو كده استوى. طبعا انا كنت بقى ايه يعني بسرع في الفيديو عشان خاطر وقت الفيديو والكلام ده. زي ما انتم شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. يعني هبدا بقى ان انا ايه التكايه اللي جايه حته سمنه كده اللي هي الزبده يعني على الوش، واسيبها تسيح كده ايه مع نفسها، يعني اخليها ايه ديك التكايه اللي بتدي طبعا طعم خطير جدا يعني. طبعا كده ايه الميه بتاعتي كده كنت انا حشيته بقى وخلاص. يعني الميه اللي انا كنت عامله فيها الرز، طبعا انا نقلت الرز في الصينيه. هبدا ان انا احط في قلبيه الميه، وبعد كده ايه احط فيه بقى ايه الحمام بعد ما بحشيه احطه في قلب الميه المغليه دي، بس سايباها ايه تغلي كده تمام. ليه سايباها تغلي؟ لان الحمامه لما بتيجي تحطيها طبعا لازم تحطيها من زورها الاول عشان الميه تروح قافله زورها الرز اللي فيها ما ينزلش. اوكي، كده هبدا بقى ان انا احشيها بطريقه كويسه جدا. ولازم طبعا وانت بتحشيها يعني كنتي انت لابسه اي حاجه في ايديك، لان عشان خاطر الرز بيبقى سخن جدا. وطبعا لو طبعا ايس الهانم بقى مش سايباني في حالي زي ما انتم شايفين يعني. لازم تدي بصمتها كده في الحاجه، لازم تدي البصمه بتاعتها في اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو.
هبدأ بقى ان انا احشيها كده بالراحة.